والمكسب في الاشكال اللي زي دي والنهايات دي مش بالساهل. تشيك روك سي 8 تشيك، كينج دي 5، روك دي 8 تشيك، كينج دي 4 تشيك تاني، كينج اف 3 كش، كينج جي 2. وريني هتكشيني فين. حاسب في كش والرخ بتاعتك راح. ولسه مع البيدق في الصف الخامس زي ما حضراتكم شايفين. الأبيض عنده بيدق في الصف الخامس وقريب هيوقع البيدق ده، والرخ بتاعته قطع الملك. تعالوا نشوف الأسود هيعمل إيه. كينج اف 8 بيست موف، بنقول له عاوز تاكل البيدق كله. تشيك، تروح فين؟ كينج جي 5، كينج جي 8، هتزق مثلا ولا هنعمل ايه؟ زقينا روك A1، ودلوقتي انت اتكشفت كشات من الصف الخلفي. مثلا روك E7، روك A4 كويسة جدا. روك G4 تشيك، ونرجع تاني روك B4، كش، نطلع هات البيضة في 6، روك B7 تشيك، صدينا. روك B1، روك B8، روك B8. دلوقتي كينج G7. الشكل اللي معانا ده شكل يمين،
قد ايه النقلة الواحدة تفرق وتخلي وضعك من مكسب لخسارة ومن خسارة لمكسب. زي ما حضراتكم هتشوفوا كده الموقف بتاع الأبيض بقى ايكوال أو تعادل بروك E1. وريني لو اتنططت هتكسب ازاي. هتيجي هنا كينج اف 8، هنا مثلا كينج اي، روك بي 1. هجيلك كده وكشات وانا ماسك الخانة والرخة حرة، موقف تعادل. تعالوا نشوف لو الابيض لعب النقلة الصحيحة. كينج اي 6، هتلعب ايه انت كاسود؟ انا طالب مات دلوقتي. كينج اف مثلا، كينج اف 8، روك اف 7 تشيك. لو رجعت تاني فباجي لك روك اي 7، تجيلي هقول لك كش، تطلع والبيدق بترق. ودلوقتي هو طالب مات، روك اي 6 تشيك، امشي. كينج دي 7، والبيدق بيترق. ومن الاشكال التعادلية الشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ابيض بيلعب اف 5، بنزل له روك بي 1، وعاوز اجيله هنا كش او امسك البيدق ما يزقش. كينج اتش 5 عاوز يجي هنا يهدد مات، بقول له تعالى، اول ما هتنزل هنا اديك كش جميلة جدا، ارجعك تاني وبعدها كش هنا واخد البيدق. كينج اتش 4 كش، ترجع كش اجباري تيجي جنب البيدق، وارجع تاني روك بي 1. مفيش دخول. لسه مع حضراتكم في كورس النهايات فصل الارخاف، وموضوع الدرس عن البيدق في الصف الرابع او البيدق اللي لسه معداش الوسط، وسط الرقعة. في الاشكال اللي زي دي بتبقى فرص اسود او اللاعب اللي موقفه ضعيف، اللي ما عندوش بيدق مثلا في الوضع ده، بيبقى عنده فرص كبيرة ان هو يتعادل بفكرة ان هو بيبقى ماسك عمود البيدق، فإجباري عشان يقدر يزق
ويدعم دفعة البيدق على المربع ده إجباري، يا يجيله بالملك من هنا يا إما من هنا، يا إما يدعمه بالطابية. ففي كلتا الحالتين الموقف الأبيض موقفه ضعيف، إنه البيدق بتاعه بيدق متأخر في الصفوف، في الصفوف الخلفية زي ما بيقولوا. دلوقتي الأسود روك في أي حتة، روك جي 8 هتيجي من هنا، تعالى هتكش كش، هيجي لك في أي حتة، هتزق البيدق مثلا، أقول لك طبيعتك راحت، كش ترجع، الدور خلص. طيب مدعمناش بالرخ ودعمنا بالملك، هتيجي من هنا عشان تزق بيدقك، أقول لك كش هات البيدق هتحمي، يبقى أقول لك شكرا، أنت فتحت لي الطريق أشارك بالملك بتاعي. هترجع تاني أكشك، والدور تعادل إجباري. ده برضو زي ما حضراتكم شايفين البيدق معداش مرحلة الوسط لسه، فهو عاوز يدعم برضو البيدق بتاعه يا إما بالرخ يا إما بالملك. الوضع في الشكل ده لازم الملك ما يعديش الصف الرابع أو الخامس بالنسبة له، يعني ما يتقدمش ويدفع البيدق بتاعه. كل ما البيدق وصل لمرحلة متقدمة كل ما الوضع عندك ساء، ومش هتقدر تحصل على تعادل لأنك موقفك ضعيف وما عندكش ماتيريال، فأنت بتحاول تحصل على أفضلية أو تعادل باللعب السلبي أو بالتحجيم والحجز. روك A1 أو كينج E4، والملك لازم يبقى كده قريب بحيث أول ما تجيله الفرصة يدخل ويشارك. الأسود حاجزه، روك D5 روك A1. بقول لك أنا عاوز أديك كشة واخد الرخ بتاعتك. لو زقيت مثلا روك A4 هات البيدق C3 بحيث تديني كش أداري. هقول لك روك A8، الصبر جميل زي ما بيقولوا. هتحمي البيدق بتاعك طبعا، فكينج C2 بتتعادل والبيدق على عمود الفيل. في الشكل ده البيدق لسه معداش الوسط، بس في ميزة للأبيض إن هو قاطع الملك بعمودين، يعني في مسافة بين
بينه وبين البيدق ده عمودين. فتعالوا نشوفوا الأبيض هيكسب ازاي. الأبيض عاوز يدعم البيدق بتاعه، فبيجي كينج سي 4 بيقول له عاوز ازق. قال له يا ابني مفيش زق، تشيك. كينج بي 5، روك دي 8. رجعت هديك كش تاني، هجيلك هتطلب البيدق، هاجي دلوقتي احمي البيدق بتاعي بالرخ وادعم الدفعة دي. كينج اف 6، هات التيمبو. نزلت عملت بلوك، نزلت هاته برضو. لو حميت بقى دلوقتي هديك كش جميلة واخد الرخ بتاعتك، فيجبرت تتحرك. روك اي 5، هحجزك تاني، بيك هات هات. زق دي 6، كينج اف 7، بي 7، هات البيدق. قال له هحمي كش ايد، طلبت تاني. ودلوقتي لو كشتني هنا انا هجيلك هنا. روك اي 8 بتكسب كشيني. كينج سي 6، كينج بي 5، هتعمل ايه تاني؟ خلاص البيدق